بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، ايه رأيكم بقى في السمك الجميل ده؟ بصوا لونه بقى وجماله، الله بقى على الجميل. هنعمل مع بعض يا حبايبي النهاردة السمك المرجان. بصوا بقى بجد روعة ما شاء الله على الجميل. وهنعمل معاه بقى الرز الصيادية. طبعا الأكلة دي ما تستغناش عن رز الصيادية. بصوا بقى لامع وجميل ازاي، حاجة كده بجد تحفة حبايبي. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمله مع بعض ازاي يا حلوين. المقادير هنا يا حبايبي، معانا السمك مرجان اهو ما شاء الله شكله فريش وجميل وطازه. ومعانا هنا التتبيله الجميله اللي هنعملها مع بعض. معانا 2 طماطم، معانا جزرايه، معانا توم، فلفل سبايسي وليمون، ومعلقتين خل. ومعانا بقى التوابل الجميله بتاعتنا. معانا هنا 7 بهارات، فلفل اسود، كمون، شطه وملح. ومعانا بقى التكه دي مهمه جدا، القرفه يا حبايبي في تتبيله السمك. يلا بينا بقى نعمل التتبيله الجميله ونشوفها مع بعض. ننزل كده بقى ايه بالطماطم والجزر بتاعنا والثوم يا حبايبي. بس كده هننزل عليهم بقى بالتوابل. بعد ما نزلنا بالخضار هننزل بقى بايه؟ فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، شطه، قرفه. القرفه بقى تخلي بقى السمك بتاعكم حاجه كده بجد روعه. وهننزل كده حبايبي بالمعلقتين الخل. ننزل كده بالليمونتين يا حبايبي معصورين. بس كده يلا بقى نضربهم مع بعض. نضربهم بقى مع بعض يا حبايبي. لغايه ما ينعموا معانا يبقوا بيوروا يا حبايبي. وكده خلاص تمام. كده خلاص التتبيله بقت جاهزه معانا يا حبايبي. بصوا بقى، اهم حاجه تبقى ناعمه بيوريه كده يا حبايبي. بس كده تمام. معانا التتبيله بتاعتنا الجميله. هنتبل بقى السمك مع بعض. يلا بقى بينا نتبل بقى السمك الجميل بتاعنا. الله بقى على التتبيله وريحتها بجد يا بنات تحفه تحفه تحفه. بصوا جميله جدا جدا. الله، ريحه القرفه بقى مع السمك بقى ما اقولكوش بقى على جمالها، بجد اكتر من روعه. وكده يا حبايبي تبلنا السمك بالتتبيله الجميله بتاعتنا. بصوا بقى جماله وشكله بجد تحفه. يلا بينا بقى نعمله الكفر بتاعه حبايبي. كده بقى الرز الصياديه نزلنا بالزيت وهننزل بالبصل. هنشوح بقى في البصلايه كده لغايه ما تاخد معانا لون ذهبي غامق يا حبايبي. وهناخد كده جزء من التتبيله بقى هيدينا طعم حلو جدا للرز السمك يا حبايبي. بيبقى تحفه، جربوه بطريقتي هيعجبكم جدا. الريحه بتاعته تجنن. وهننزل كده بقى بالميه السخنه بتاعتنا. ننزل كده بالملح. وهننزل كده بقى بالرز، مش هنحط اي توابل. هنقلبه بكده وهنستكفى بقى بالتتبيله اللي هي تتبيله السمك يا حبايبي. نعمل الكفر بقى للسمك. واهم خطوه مش هنتبل الدقيق ولا حاجه. هننزل بس بمعلقه كركم صغيره كده حبايبي. ودي بقى هتفرق معانا، مش قادره اقول لكم هتفرق معاكم في لون السمك ازاي. هيبقى زي الجاهز اللي بتجيبوه من بره. هنقلب بس التتبيله كويس. طبعا احنا متبلين السمك مش محتاجين بقى اي توابل ولا حاجه. بس كده تمام زي الفل. وهننزل كده بقى بالسمك الجميل بتاعنا. الله بقى على الجميل. بصوا بقى الكركم يا حبايبي هيفرق معاكم كتير جدا في اللون. هنحاول بس ما نزنقهمش في بعض كده. كده يا حبايبي بصوا بقى السمك بتاعنا ما شاء الله. بصوا ما بياخدش وقت خالص السمك المرجان يا حبايبي. هنقلبه كده. بصوا بقى جماله ولونه، الله بقى على الجمال. ما بياخدش 3 دقايق يعني. الله الله الله.
تحفة. هنحطها كده بالمرحلة دي وما بياخدش معانا 10 دقايق بس كده. وهنطلعه بقى مع بعض. هنبتدي بقى نطلعه بقى على مناديل المطبخ. بص بقى لونه، الله بقى على الجمال بجد روعة. وكده يا حبايب قلبي بعد ما عملنا السمك الجميل بتاعنا، بصوا شكله يفتح النفس، بيتحدث عن نفسه. بص بقى جماله وشكله، الله بقى على الجمال. والرز بقى الصيادية بقى لزوم السمك روعة. بصوا مفلفل وجميل ازاي، الله بقى على الجمال. واللي ما اشتركش في القناة يا حبايبي بقى ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.